غالبا غتكون متبع واحد من هاد الناس اللي مؤخرا داروا نفس النوع ديال المحتوى، يا اما كيعاودوا القصص يا اما كيديروا تحديات ولا كيناقشوا اسئله ديال الدراري الصغار. وهذا النوع ديال المحتوى كيتسمى المحتوى الترفيهي. انت كانسان غادي تحتاج بعض المرات لهذا النوع من المحتوى، ماشي باش تضيع الوقت ديالك ولكن باش تخلق واحد النوع ديال التوازن في العقل ديالك، لان الترفيه فيه بزاف ديال الانواع، ماشي غير فيديوهات في يوتيوب. كاين اللي بالنسبه ليه الترفيه هو يقرا الكتب والروايات، وكاين حتى اللي بالنسبه ليه الترفيه هو يشوف الوثائقيات ديال الحيوانات ولا يسمع الموسيقى. ولكن هذا ماشي هو النوع الترفيه اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو. حنا غادي نهضروا على واحد النوع منه اللي كيخليك تهرب من الواقع بشكل دائم وماشي تستريح منه، واحد النوع اللي ما غادي يزيدك والو ولكن غياخذ منك بزاف، وكون متاكد باللي لا بقيتي كتكونسوميه هو في الاخر اللي غادي يكونسوميك. بداية ديال هذا العام غادي تكون قلتي في راسك هذا العام ولا غادي نوصل فيه لداكشي اللي بغيتي، سواء كان الهدف ديالك هو الفلوس ولا فورمه واعره ولا حتى صالير واعر في شي خدمه واعر. ودابا داز اكثر من شهر على العام الجديد، والحاجه اللي بديتي فيها هي التسويف في المماطله، وكتضيع الوقت ديالك في الحاجات الخاويه، والنهار كامل كتبقى تشوف غير الفيديوهات اللي ما غادي يقربوك حتى خطوه واحده من الهدف ديالك. وهادشي اللي كتعيشو دابا ماشي غريب عليك، وديجا عشتي في العام اللي فات ويمكن حتى العام اللي قبل منه، وبلا شك راك عارف النتيجه ديال هذا الروتين فين غادي توصلك. وماشي غير انت راسك اللي طايح في هاد الحفره، فبزاف الناس عندهم اهداف ما قادرينش يوصلوا ليها، بزاف الناس باغيين يديروا المشروع ديالهم وما قادرينش، وبزاف الناس باغيين ينقصوا الوزن ديالهم وفي الحقيقه ما غادي ينقصوا والو. والسؤال كيبقى هو علاش هاد الناس ما قادرينش يوصلوا للاهداف ديالهم؟ واش كيديروا شي حاجه غلطه ما كتخليهمش يوصلوا لداكشي اللي بغاو؟ خاصك تعرف انك لا بغيتي دير شي حاجه كما كانت خاصك تركز فيها باش العقل ديالك يفهمها ويتعلمها، ويقدر يتعلمها في نهار ولا جوج، وكذلك يقدر يتعلمها في عام كامل. ولكن لما كانش تركيز حاضر كيفاش غادي يقدر هذا الانسان يتعلم؟ ولا وصلتي للمرحله اللي ما بقيتيش قادر فيها تركز فانا غادي تكون خرجتي على عقلك. ولكن ما تخافش، مازال ما فات الفوت بالنسبه لي. باختصار التركيز هو القدرة على توجيه الانتباه ديالك لحاجة وحدة بدون تشويش، وبلا شك واحد الحاجة مهمة بالنسبة ليك باش تعلم الحاجات جداد. فمثلا نهار تعلمتي تسوق شي مركبة سواء كانت طوموبيل ولا بيكالا ولا حتى دروجينات، خدمتي الانتباه ديالك باش تسير ديك المركبة وما تطيحش انت وياها. وكذلك الا بغيتي تتعلم شي مهارة فضروري التركيز. ولكن المشكل في هاد الايام اللي ولينا عايشين فيها هو انه ولا صعيب بزاف انك تركز وتوجه الانتباه ديالك كامل لحاجة وحدة، فضروري ما غادي تقاطعك شي حاجه وسط المحاوله ديالك. سواء كنتي كتراجع وعيط لك صاحبك ولا حتى في هذا الفيديو اللي كتفرج فيه وطلع لك شي اشهار قاطعك، ولا حتى انت تقدر تهبط باش تشوف المحتوى اللي كاين تحت من هذا الفيديو ولا تقرا التعليقات. المهم ما بقيتيش قادر تركز على حاجه وحده وتعطي الانتباه ديالك الكامل. وبكل بساطه العقل ديالك تبرمج باش ما يقدرش يركز على حاجه وحده معينه، وتعلم يخدم وسط من بزاف ديال التشويش، يعني تعلم يركز على بزاف ديال الحاجات في نفس الوقت، وهذا الشيء اللي كيخليه ما يركز على حتى شي حاجه. والا بغيتي نجربوا واش هادشي بصح التليفون ديالك في شي مجر وخليت 48 ساعه بلا ما تقيسو، بالنسبه لي ما قدرتش نصبر حتى 12 ساعه مقاده. وهنا عرفت راسي مدمن على التشويش وماشي على السوشيال ميديا وماشي على التليفون. وحتى انت غادي تكون خرجتي على عقلك في حالي، وليتي مدمن على التشويش والالهاء، وعقلك ولا خدام بزاف ديال البلايص بلاصه ما يخدم في بلاصه وحده. وباش نخرجوا من هذا الادمان خاصنا انا وياك نديروا واحد التضحيه بسيطه، اللي هي اننا خاصنا نعرفوا كاع الحاجات اللي ما كيخليوناش نركزوا في النهار ديالنا، ونحاولوا نحيدوها بشكل نهائي. وغادي تسولني على كيفاش غادي نعرفوا هاد الحاجات، هنا غادي نقول لك هذا عليا، لان الو مكه دار بشعابها، وانت غادي تكون عارف العادات ديالك اللي ما عندك ما دير بها وكتضيع الوقت ديالك. ولكن غنشارك معك الخطه ديالي اللي غادي نراجع كاع الحاجات اللي كندير في النهار ديالي لمده 15 يوم. فكل نهار في مده 15 يوم غادي نكتب ورقه وستيلو وكاع ديك الحاجات اللي كندير في النهار ديالي، وهادشي باش نعرف اهم الحاجات اللي كياخذوا مني التركيز وغادي نحيدهم بشكل نهائي. وهاد التجربه نقدر نديرها في القناه التاليه ديال الفلوغين اللي هي زوفري. كملوا الفيديو والنقطه التاليه اللي هي اعاده التوجيه. بعد ما عرفتي المشكل اللي كاين في العقل ديالك وصلحتيه، دابا غادي يجي الوقت باش توصل لفين بغيتي. وبصراحه كاين اصلا اللي ما عندوش المشكل ديال التركيز اللي هضرنا عليه في الاول، ولكن عنده مشكل اخر اللي هو انه ما عارف شنو باغي في هذه الحياه. ولكن انت ما عارف شنو باغي ما غاديش تعرف فين غادي تمشي واين الطريق غادي تاخذ. والا ما عرفتيش فين غادي اصلا ما غاديش توصل حتى بلاصه، وغالبا غتبقى في نفس البلاصه حياتك كامله مربع يديك وكتسنى شي معجزه طرا، وكون متاكد باللي عمرها غادي طرا الا لا حاولتي تخلقها بيديك. المهم الا كنتي في المرحله ديال انك ما عارف ما دير وفي نفس الوقت باغي دير شي حاجه وفي الاخر ما كدير حتى حاجه، عليك بحاجه وحده واللي هي تعرف شنو باغي دير وكيفاش غدير وفوقاش غدير. وهذه ماشي حاجه وحده، المهم حاجه وحده فيها ثلاثه الحاجات. ما عليناش شنو باغي دير هي الحاجه اللي باغي توصل ليها، كيفاش غادي دير هي الخطوات والمراحل ديك الحاجه، فوقاش غادي دير هي الوقت اللي غادي دير فيه ديك الخطوات، يعني الديدلاين. وقبل ما نساو فضروري من الوصفه الخاصه اللي هي التركيز على حاجه وحده، هدف واحد وماشي 10. وغادي تسولني علاش، لانك لا ركزتي على 10 ديال الحاجات فما غادي تركز على حتى وحده فيهم وما غاديش ديرها، غادي تظن بلي انك كتربح الوقت ولكن راك كتخسر الوقت. ولكن لا ركزتي على حاجه وحده باش التركيز ديالك الكامل غادي ديرها في وقت قياسي، من بعد ما حققتي الهدف رقم واحد يبقى لك الوقت كافي باش تحقق الاهداف الاخرين اللي بقاو لك. المهم يقدر تعتبر العقل ديالك بحال شي مقله، ما يمكنش طيب فيه الكروفيت والفريت والسباغيتي وبزاف المكونات في دقه واحده. الطريقه الصحيحه هي انك طيب حاجه الاولى تغسل المقله، تعاود طيب حاجه الثانيه حتى يسالوا جميع المكونات. ودابا ندوزو للحاجه الاخيره اللي هي روتينك اليومي. اخر حاجه غادي نهضروا عليها هي روتين اليومي، ماشي هذا ولكن اللي كتعيشو في النهار ديالك.
ما عادش كتفيق وتنعس، شنو كتاكل، مع من كتمشي، وفاش كتفرج ولاش كتسمع. فهضرنا في الاول على المحتوى الترفيهي والاهميه ديالو، ولكن الحاجه اللي ما قلناهاش هي انه حتى المحتوى الترفيهي خاص تكون عنده واحد القيمه بالنسبه لك وبالنسبه للعقل ديالك، حيت ما خاصكش تقبل بالحاجه الموجوده بكثره في السوق غير حيت كاينه الوفره ديالها. قلب على راسك وعلى الحاجه اللي غادي تعاونك تكون احسن من الشخص اللي كنتي عليه البارح. واهم حاجه تعلم تنتقد الاشياء وتشك في الصحه ديالها، واش كتناسب العقليه ديالك، وكذلك واش تستاهل الوقت ديالك. اما بالنسبه للاشخاص اللي كيديروا دوك التحديات والحكايات فراهم قادين غرض لراسهم، كيبقى السؤال هو واش انت قاضي غرض راسك ملي كتفرج فيهم بالساعات. المهم من بعد ما خرجتي على عقلك ودرتي كاع المراحل اللي في هذا الفيديو ستعود المياه الى مجاريها، وغادي يولي عندك احسن روتين يومي في العالم وبلاتك غادي يكون فيه. المهم نتلاقاو في الفيديو الجاي and see you in the next one. باي باي.